الأسعار تتحرك ما بين صعود وهبوط، فتتغير ألوان المؤشرات. كل هذا تابعوه في نبض السوق يوميا على راديو مباشر. مستمعينا، أسعد الله مساءكم بكل الخير. هذه حلقة جديدة من نبض السوق للسوق المصرية، معكم محمود ربيعي، ونتابع في هذه الحلقة تقرير ختام التعاملات بالنسبة للسوق المصرية، ومن بعده الفقرة الحوارية وتحليل أداء السوق مع الخبراء. بداية، حيث اختتم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 جلسة اليوم بالمنطقة الخضراء مرتفعا ب71% ليكسب 45.19 نقطة ليصل إلى مستوى 6415.82 نقطة. أما بالنسبة للأحجام والقيم، فقد وصلت الأحجام إلى 279.873 مليون سهم، أما القيم فوصلت إلى 755.141 مليون جنيه. مستمعين، فاصل قصير ومن بعده الفقرة الحوارية وتحليل أداء السوق مع الخبراء. كثير ما تحتار، وقليل ما تصل إلى ما تريده بسهولة وأمان. الآن من خلال وان كارد أنت لست في حاجة لبطاقة ائتمان للتسوق عبر الإنترنت، فمن خلال وان كارد تستطيع تجديد اشتراكك في مباشر إنفو أو الحصول على شاشات مباشر برو. أكثر من 8000 منتج وخدمة على الإنترنت متاحة بين يديك. OneCard.net، متعة التسوق عبر الإنترنت. مستمعين، ما زلنا مستمرين معكم في نبض السوق للسوق المصرية، ومعنا الآن على الهاتف الأستاذ محمد جاب الله، خبير أسواق المال. بداية أستاذ محمد، أهلا بك معنا في راديو مباشر. أهلا بحضرتك. يعني رأينا اليوم استمرار للأداء الإيجابي بالنسبة للسوق المصرية، فالمؤشر الرئيسي يغلق مرتفعا ب71% عند مستوى 6415 نقطة. فبداية، ما تحليلك لأداء المؤشر خلال جلسة اليوم؟ والله هو المؤشر النهارده كان في حالة صعود، بس نقدر نسميه حالة صعود وهمية إلى حد ما، لأن هو السهم الوحيد اللي كان أداؤه إيجابي هو البنك التجاري الدولي. زي ما احنا عارفين إن البنك التجاري الدولي احتل نسبة 23.36% من وزن المؤشر الكلي، وكنا اتكلمنا وكان لي الشرف إن أنا أتكلم معاكم في راديو مباشر وهو عند 37.66، وكنا بنتكلم على تارجت في حدود ما بين منطقة 45 لغاية منطقة 47، وهو الحقيقة شايل المؤشر على كتفه وعامل نسبة الصعود دي تقريبا دي هو لوحده، يعني سند شوية مجموعة من الأسهم الصغيرة نسبيا، بس كان الوزن النسبي او الصعود النسبي بالنسبه للمؤشر النهارده كله كان منصب على التجاري فقط لا غير، وفي حين ان احنا شفنا بعض الانخفاضات او جني الارباح المؤقت نظرا لوصول المؤشر لمستهدف مستوى 6350 6400، والمفروض ان دي يكون عندها جني ارباح طبيعي. عندنا سيناريوهين الحقيقة للسوق يمكن اتكلمت فيهم قبل كده، ان احنا نستهدف مباشرة مستوى 6700 او ان احنا نبني ارباح من عند مستوى 6400 وننزل لغاية مستوى 6230 اللي هي تمثل الدعم الرئيسي حاليا للمؤشر. انا ميال اكتر للسيناريو الاولاني ان احنا نستكمل حتى مستوى 6700. النهارده يمكن عندنا خبر قوي هيعلن عنه في المساء، ان مورجان ستانلي هتعدل الاوزان النسبيه لمؤشرها لخروج شركه اوراسكوم للانشاء والصناعه من مؤشر مورجان ستانلي النهارده، وهتبتدي توزع الاوزان النسبيه مرة أخرى على الأسهم السيادية في السوق المصرية. أعتقد أن نصيب الأسد هيكون من نصيب أوراسكوم أو جلوبال تيليكوم والمصرية للاتصالات، ده في الفترة اللي جاية إن شاء الله.
نعم، لو تحدثنا بشكل عام على أداء الأسهم، يعني تحدثت أنت أستاذ محمد عن التجاري الدولي ودوره خلال هذه الجلسة. بشكل عام حدثنا على مدى تأثير هذه الأسهم على أداء السوق اليوم. التجاري الدولي الحقيقة كنا بنتكلم على من فترة طويلة عند مستوى 37-66. قلنا ان هو عمل شكل فني ما يعرف بمقلوب الراس والكتفين، كان تارجته في حدود ال 47 وابتدى فعلا مرحلة الصعود. كانت اخر نقطة مقاومة عديناها في جلسة امبارح كانت منطقة ال 43 ونص. النهارده بيستكمل الاداء الراقي دي، وصل لغاية 44 81 وفي اخر الجلسة كان اخر سعر دي 44 72. ده بالنسبة للتجاري الدولي، هو ما زال في تارجت لسه في حوالي 3 جنيه كمان تقريبا. بالنسبة لأوراسكوم او جلوبال تيليكوم، ادائها تجميعي من حوالي اكثر من اسبوع تقريبا في منطقة ال 74. النهارده بتزور منطقة ال 493، يمكن ما زرتهاش من فترة طويلة، وكان لازم تجني جزء من الارباع. اعتقد ان هو مش هيوديها بعيد لتحت، ما زال عندها مستهدف يمكن بعيد شوية. انا بسجل حق الملكية الفكرية فيه زي ما سجلتها في التجاري الدولي. اعتقد ان المستهدف جلوبال تيليكوم مرورا بمنطقة ال 25 المقاومة القوية عندها ممكن نوصل نشوف فيها 65 75، ودي اللي هتشيل المؤشر الفترة اللي جاية. المصرية للاتصالات ادائها قوي جدا وفيها تجميع عالي من مؤسسات سواء مصرية او اجنبية او عربية. شفنا فيها النهاردة طفرات الى حد ما وصلت النهاردة لغاية مستوى ال 14.7، وكان دي منطقة جديدة بالنسبة لها في الاجل القصير اللي فات. اعتقد ان احنا كان لازم نشوف فيها جني ارباح، ما قدرتش حتى مع جني الارباح اللي صاحب السوق ككل، ما قدرتش ان هي تبعد عن مستوى ال 13.90. ليها مستهدف يمكن حوالي 15 جنيه 15 جنيه ونص. هنشوفه في الدورة الصاعدة اللي القادمة ان شاء الله، اللي ممكن تبتدي معانا من يوم الاثنين اللي جاي باذن الله. يعني دول الاسهم اللي يمكن كانت لافته النظر النهارده بالنسبه للاداء ككل. الحجم التداول الكلي النهارده كان 755 مليون. يمكن امبارح اقتربنا من مستوى المليار. كان بفعل دخول بعض المؤسسات الاجنبيه النهارده ما دخلتش بنفس القوه، وان كان احنا ما زلنا كده اعلى من المتوسط اللي كان في حدود ال 600 مليون، اعلى منه النهارده حوالي 155 مليون. يعني انا عارف السؤال اللي جاي، توقعاتي بالنسبه للسؤال اللي جاي بالظبط. اعتقد ان احنا هنشوف جني ارباح الى حد ما، يمكن ننزل فيه حوالي 100 او 150 نقطه في خلال جلستين الحد والاثنين. ممكن نرجع تاني نزور مستوى 6200 وهنرجع تاني نطلع للمستهدف الكلي للويفا او للموجة اللي احنا فيها، اللي هو حوالي مستوى 6650 لغاية 6750 في الزون دي هنشوفها برضه في الاسبوع القادم بامر الرحمن. نعم، يعني نستطيع القول أن بداية الأسبوع ستشهد عمليات جني أرباح، لكن من بعدها سيستكمل المؤشر مسيرته الصاعدة بأمر الله تعالى إن شاء الله رب العالمين. نعم، في النهاية الأستاذ محمد جاب الله خبير أسواق المال، أشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفا علينا في راديو مباشر. شكرا. إلى هنا مستمعين تكون قد انتهت هذه الحلقة من نبض السوق للسوق المصرية، كان معكم فيها محمود ربيعي، وإلى أن نلتقي دمتم في أمان الله. الأسعار تتحرك ما بين صعود وهبوط، فتتغير ألوان المؤشرات، كل هذا تابعوه في نبض السوق يوميا على راديو مباشر.